أعزائي المستمعين، فيلم النهارده من أفضل وأقوى الأفلام اللي ممكن تشوفها، وده بناء على تقييمات الجمهور للفيلم ده. يا ترى ليه؟ فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم مع مشطوب الاسم ده، وهو فعلا مشطوب الاسم، أنا مش بقول كده وخلاص، وهنعرف ليه كمان شوية. واللي معروف عنه إنه ملقب باسم الراوي، والراوي ده بيقول أنا بقالي حوالي 6 شهور ما بنامش زي الناس، عندي أرق ابن لذينة مخليني عامل زي الجثة. وبيكون شغال في شركة، واسمه إيه ده بيكون أصلا مهووس على إنه يجمع ويعبي بيته أساس من أعلى الماركات، وبيكون مهتم إنه يجمع الحاجات دي لدرجة إن تلاجة بيته بتكون فاضية ما فيهاش أكل، وده لأنه مضيع القرشين اللي معاه على كلام ما يستاهلش. وبيروح لدكتور نفساني وبيقول له ما تكتب لي على مهدئات. فالدكتور بيقول له اسمع مني، انت لازمك تنام زي الناس عشان تبقى كويس. فقال له معلش يا دكتور دنيتي خربانه. فقال له لو عايز تشوف اللي دنيتهم خربانه فعلا روح للمكان اللي اقول لك عليه ده. وبيوصف له مكان الله يعافينا، يعني مكان موجود فيه ناس عندها سرطان خصوي. وبالليل بياخد بعضه وبيروح للمكان ده فعلا، وبيكون في رجاله موجودين في المكان وبيقعد وسطهم. وواحد منهم بيقول كان نفسي في 3 عيال، ولدين وبنت، بس الولايه اللي كانت معايا ولدت الاسبوع اللي فات من جوزها الجديد. وكل اللي موجودين في المكان بتبقى عندهم نفس المشكله انهم ما بيخلفوش. وشويه القطن ده بيجي بيسلم على الراوي وبيقول له انا اسمي بوب، جيت زي ما انت شايف. على فكره عزيزي المستمع، ده فيلم في الاول وفي الاخر احنا ما بنتنمرش على حد. وبيكون بوب ده كان في الاساس بطل كمال اجسام، بس للاسف اتحول لمدمن على المنشطات، وبسببها الدنيا بتضيع وبتبوظ عنده خالص، ووزنه بيكون زاد وبيكتئب وحالته بتبقى خربانه. اظن انت فاهم ها. وبيكون الراوي مشطوب الاسم ده زي ما تقول كده لقى راحته في المكان ده، وبيكون قدر انه ينام زي الناس. وبيقولوا انه بقى مدمن على الاماكن اللي زي دي. اماكن ايه دي؟ الاماكن اللي فيها مجموعات ناس مصابين بامراض وحشه وزي تقريبا كده ملهاش علاج. يا جدعان ده واحد ما يعلم بالله ربنا. وبيبقى بيروح الاماكن دي بيسمع من الناس ويهون عليهم، لان مجموعات الناس دي بيكونوا متعودين انهم يشكوا لبعض ويهونوا على بعض. ومشطوب الاسم ده بيبقى ادمن على الكلام ده، لانه بيعمل فن واحد منهم وبيهونوا على بعض بالاحضان، وهي الاحضان دي اللي بتبقى مريحاه. وبيقول انه حس انه اتولد من جديد بعد ما اكتشف الاماكن دي، وكل حاجه كانت بتبقى ماشيه تمام معاه لحد ما بتظهر البنت المختله زيه دي وبتقطع عليه. وفي اي مجموعات هو بيروحها بتبقى موجوده هي كمان. اصل هي في الاساس ما عندهاش اي مرض ولا بتنتمي لمجموعه معينه، وكل الحكايه وما فيها ان هي مختله زي مشطوب الاسم الراوي ده، وبسببها بترجع حالته زي الاول تاني وما بيعرفش ينام. لحد ما الفون بيقول لها خد يا بنت تعالي، انا كشفك من يوم ما شفتك اصلا، انت كدابه وما عندكش اي امراض، وعلى فكره لو فضلت كده انا هفضحك. فقالت له انا هفضحك برضه ما انت زيي. فبيقول لها طب بص، طالما الامور هتمشي كده خلينا نتفق ان احنا نقسم ايام الاسبوع بينا، انا سبت 2 4 وانت حد 3 5. فبتقول له ماشي، وبياخدوا ارقام بعض. وبعدها بيبدا انه يسافر لشغل تبع الشركه، لحد ما في مره بيقابل واحد راكب جنبه في الطياره، والواحد ده هو اللي هيطور احداث القصه وهيفاجئنا في الاخر. والراوي بيقول له انت شغال ايه؟ فبيقول له بعمل صابون وببيعه، وخد ده الكارت بتاعي. فبيشوف اسمه واللي هو تايلر دردن. واول لما بينزل المطار بتكون شنطته مش موجوده، والعاملين في المطار بيكونوا خدوها لانهم شاكين فيها. فبياخد تاكسي وبيرجع على المنطقه اللي هو ساكن فيها، وبيتفاجئ ان شقته بتولع، والعفش بتاعه اللي كان معتز بيه بيكون ما عادش نافع. والشرطه بتقول له ان كان تقريبا كده في تسريب غاز في البوتاجاز وبسببه حصلت الحريقه دي. فبيروح لكابينه التليفون وبيرن على البنت اللي كان قابلها، بس بيرجع في كلامه وبيقفل السكه، وبيطلع الكارت بتاع تايلر وبيرن عليه، وبيقول انا عن نفسي بصراحه ما كنتش عارف برن عليه ليه. وتايلر بيرد عليه وبيقول له مين اللي معايا؟ فبيقول له احنا اتقابلنا في الطياره وانا اللي كنت قاعد جنبك. فبيقول له اه افتكرتك، امال في ايه كده؟ فبيقول له عايزين نتقابل. وفعلا بيتقابلوا في مكان، والراوي بيقول له ده انا كان عندي وعندي وعندي. فبيقول له اه وخسرت كل الحاجات دي يعني؟ بص انا هقول لك على حاجه، انا لو جبت بطانيه من الماركه الفلانيه وبسعر كبير هتفرق معايا؟ هي كده كده مجرد بطانيه، ولو ما جبتهاش من الماركه الفلانيه وبالسعر الكبير ده مش هعرف اعيش. شفت بيضحكوا على عقلك، احنا مجرد مستهلكين وكل حاجه بتزول على فكره. وانا شايف انك بتسعى لكلام فاضي لو هتعيش حياتك بالطريقه دي، هون على نفسك يا اخي. قال له بس انا التامين هيعوضني. فقال له بص الحاجات اللي انت بتمتلكها دي هي اللي هتمتلكك في النهايه، فبراحتك. والكلام ده معناه ايه يا عزيزي المستمع عشان الامور تبقى واضحه؟ ان الحاجه اللي بتمتلكها دي لما بتبقى انت مدمن عليها فساعتها هي اللي بتمتلكك. زي مثلا الموبايل بتاعك هو بتاعك ملك ليك، بس ساعتها لما بتصبح انت مدمن على لعبه معينه فيه او موقع التواصل الاجتماعي بتبقى قاعد يومك كله على التليفون ومش بتعرف تسوق بسهوله. وفي الحاله دي بيبقى الموبايل هو اللي امتلكك بدل ما انت اللي كنت مالك ليه، لانك ببساطه اصبحت مدمن عليه. وده مثال على الكلام اللي قاله تايلر. وبعدها بيطلعوا بره المكان اللي كانوا قاعدين فيه بعد ما بيكون قفل، والراوي بيقول لتايلر انا هدور على فندق. فقال له نعم فندق؟ ده انت اتصلت بيا عشان تيجي تبات عندي. فقال له لا الموضوع مش كده خالص. قال له بطل لف ودوران واسالني يلا وقول لي عايز اجي ابات عندك. ها يلا اسال. فقال له ممكن اجي ابات عندك؟ قال له ماشي. بس بيرجع وبيقول له بص انا عايز منك خدمه، عايزك تضربني بكل قوتك. وساعتها الراوي بيقول لنا هنا خلونا اعرفكم مين هو تايلر دردن. تايلر ده عيل صايع بيسهر الليالي وبيشتغل بالليل.
كان شغال في السينما براتب تعبان، وكان مسؤول عن تبديل وعرض شرايط الافلام، بس كان بيعمل عامله سودا كده. وقت عرض الفيلم كان بيعرض لقطه وحشه كده في نص الفيلم قدام المشاهدين. وكان برضه شغال ويتر في فندق، بس برضه كان بيعمل عامله سودا. كان في الاكل وزي الشوربه مثلا كان بيزود لنا شويه تابل من عنده. مش هوضح عن كده يا عزيزي المستمع. وبنرجع للوقت الحالي، والراجل بيقول له انت عايزني اضربك ليه؟ فقال له ما اعرفش، اعمل كده وخلاص. فبيقوم خبطه خبطه بتيجي في ودنه، فبيقول له انت ما بتشوفش، راح تخبطني في ودني. وبيروح خبطه في بطنه، فبيقول له دي ضربه بتوجع، بس اضربني تاني. فقال له لا اضربني انت. وبيمسكوا في بعض هما الاثنين وبيعجنوا بعض. وبعدها تايلر بياخده وبيروح على البيت بتاعه، واللي بيكون منظره زي بيت العفاريت من بره. وتايلر بيعرفه ان لقى البيت ده وقاعد فيه بقاله سنه، وبيكون من جوه شكله فعلا يعر، وبتكون كل حاجه فيه خربانه، زي مثلا ما فيهوش ميه زي الناس، والكهرباء فيه خربانه، والبيت ما بيكونش حواليه جيران، ولما الجو بيمطر لازم يفصلوا الكهرباء عشان البيت بيغرق ميه. وفي مره هما ماسكين في بعض عجن بيحضرهم ناس وبيشاركوهم في القتال ده. وبعدها هما قاعدين في البيت، الراجل بيقول لتايلر انا عشت بدون اب، سابني انا وامي لما كان عندي 6 سنين. فبيقول له بص، انا ابويا اصر على انه يدخلني الجامعه، وبعد ما اتخرجت قلت له ايه يابا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي دور على شغل. ولما وصلت ل 25 سنه قلت له ايه يابا؟ قال لي اتجوز يا ابني. وهي دي الحياه اللي الكل بيعيشها، بس انا ما اخترتش اعيشها كده. وبعدها الراوي بيقول لنا ان مره في مره كان بينضم لينا ناس في القتال اللي كنا بنعمله كل ليله ده، والقتال ده هو اللي بقى الحاجه اللي بتحيي الامل فيا من جديد. وكنت كل مره لما ارجع من الشغل وانا محبط بفض غضبي في القتال ده. وكذلك الناس اللي انضمت معانا كان هدفها كده برضه، وبسبب كده عملنا انا وتايلر مجموعه وسميناها فايت كلاب، واللي هي بمعنى نادي القتال يعني. وبياخدوا مكان زي قبو او بدروم جوه بار، وبيكون هو ده المكان بتاعهم اللي بيتجمعوا فيه. وتايلر بيحط قواعد لنادي القتال، والقاعده الاولى واللي هي اهم قاعده ان ممنوع حد يتكلم عن نادي القتال. والقاعده الثانيه واللي هي برضو اهم قاعده هي ان ممنوع حد يتكلم عن نادي القتال. والقاعده الثالثه معانا هي ان لما حد يقول كفايه او خلاص ويستسلم فالقتال بينتهي. والقاعده الرابعه القتال بين 2 بس. والقاعده الخامسه معركة واحدة كل ليلة. والستة تقلع القاموس والجزمة وقت القتال. والسبعة مفيش وقت معين والمعركة مفتوحة. والقاعدة الثامنة والأخيرة إن لو كانت دي أول ليلة ليك في نادي القتال لازم تقاتل. وبعد كل ليلة والتانية كان بيدور قتال بين 2، وبيكون قتال يعني عجن وتكسير وشوش. وبيكون الراوي بقى مش مهتم بنفسه، بيروح الشغل بدون مبهدلة وبيشرب سجاير في المكتب كمان. وفي يوم بيسأل تايلر وبيقول له احنا هنعمل ايه كده النهارده؟ فقال له هنعمل صابون، ولازم اول حاجه نجيب الدهون اللي هنعمله بيها. وبالليل بياخدوا بعضهم وبيروحوا هما الاتنين على عياده شفط دهون، وبياخدوا اكياس مخلفات الدهون من الزباله، وفي كيس كده بيتفتح منهم بالغلط وبيفضل يدلدق عليهم وحاجه كده اخر قرف يعني. وبعدها بيوصلوا للبيت وتايلر بيصفي الدهون دي، وعن طريقها بيطلع منها الجليسرين اللي بيستخدمه في صناعه الصابون. وبيقول للراوي هات ايدك كده، وبيروح كابب على ايده ماده كيميائيه وبتفضل تاكل وتحرق في ايده. والراوي بيفضل يقول له انت بتهبب ايه؟ وبيحاول انه يسرح بافكاره ويتخيل عالم تاني عشان يهرب من الوجع ده، بس بيقوم تايلر رازعه بالقلم على وشه وبيقول له الظبط وما تهربش من الوجع. وكل لما بيحاول يسرح بيروح مفوقه بقلم وبيقول له حس بالوجع الحقيقي، واعرف ان محدش حبك ولا حد عايزك والكل بيكرهك، وما تهربش ابدا من الواقع ده. وبيوريه علامه الحرق اللي في ايده اللي عملها لنفسه عن طريق الماده الكيميائيه دي. وبيروح كابب على ايده خل بيبطل مفعول الماده الكيميائيه. وتاني يوم بيروح تايلر والراوي يبيعوا الصابون ده بسعر كبير للمحلات. وبيقول لنا الراوي انه بيبيع الصابونه الواحده ب$20، وحتى صاحبه المحل بتقوله ده احسن صابون بجد. وفي يوم الراوي وهو في الشغل المدير بتاعه بيدخل عليه وبيكون لقى معاه الورقه بتاعت قوانين نادي القتال، وبيقول له هو ده يطلع ايه؟ بص انا زهقت من تصرفاتك دي، بتيجي الشغل مبهدل وهدومك عليها دم وبتشرب سجاير في المكتب، فحط نفسك مكاني، لو مكاني هتتصرف ازاي؟ فبيروح مكلكع له كلمتين وبيقول له اللي كاتب الكلام ده واحد سفاح ممكن يجي يخلص عليك او على حد قريب منك. فالمدير بيستغربه وبيمشي. وفي مره الراوي بيقابل بوب في الشارع وبيقول له انت لسه في المجموعه اللي انت فيها دي؟ فقال له لا انا لقيت مجموعه تانية احسن بكتير. فقال له مجموعه ايه؟ قال له ما هي القاعده الاولى فيه هي ممنوع الكلام عنه، والقاعده الثانيه هي برضو ممنوع الكلام عنه، والقاعده الثالثه فقال له نقعدوا في النادي يا بوب. وبيروحوا هما الاتنين يلعبوا فايت في النادي وبوب بيكسب. وتايلر بيقول لهم انا شايف وشوش جديده كتير هنا، وده معناه ان كتير منكم بيكسر اول قاعدتين. جيل بحاله شغال في محطات البنزين وغسيل الاطباق، والاعلانات بتخلينا نجري ورا العربيات، واللبس الغالي بتخلينا نجري ورا الفشخره من الاخر.
وبتشتروا حاجات ملهاش أي 30 في 60 لازمة ولا بتبقوا محتاجينها أصلا، وبتبقى ماشي تخبط في الحلل بدون أي أهداف ولا حلم نفسك تحققه، وضحكوا علينا وفهمونا عن طريق الإعلانات إن إحنا هنبقى وهنبقى وهنبقى، بس لما كبرنا وأدركنا الواقع بقينا متضايقين جدا. ومرة واحدة بيطبوا عليهم اتنين من جهة أمنية وبيقولوا لتايلر هو انتوا واخدين المكان ده من مين؟ قال لهم من صاحب البار. فواحد منهم قال له احنا قبضنا عليه وهو في الأساس ما كانش صاحب المكان ده أصلا، ويلا اطلع بره انت وزباينك دي كلها. فقال له انت دخلت النادي فلازم تقاتل. فبيروح خبطه يد في بطنه وبيمسك فيه، وتايلر بيسيبه يضربه وبيخليه يكسر وشه، وبعدها بيقوم تايلر ماسك فيه وبيقول له ايه رأيك؟ فضيت غضبك اهو، خلينا زي ما احنا في المكان ده اما اكسرك عظم وشك. فبيقول له خلاص خلي لكم المكان. وتايلر بيقول لرجالته الاسبوع ده انا هكلف كل واحد فيكم بمهمه اتعاركوا مع خلق الله. وفعلا بيبداوا انهم يزوروا في اللي رايح واللي جاي ويتعاركوا معاهم. وفي مره الراو بيدخل المكتب للمدير بتاعه وبيقول له لازم نتكلم. فقال له تمام، نبتدي منين؟ من غيابك المستمر ولا شكلك المبهدل؟ فقال له انا مش هاجي المكتب هنا تاني، وانت هتخليني متثبت في الشركه زي ما انا بالراتب بتاعي وهشتغل من البيت، وان رفضت هبهدلك. فقال له انت عبيط يالا ولا ايه؟ وبيطلب له الامن. فبيقوم الراو ضارب نفسه وبيكسر المكان وبيمسك المدير على اساس ان هو اللي ضربه الضرب ده، والامن لما بيدخل بيفكر كده فعلا. وفي الاخر الراو بيقدر ينفذ اللي هو عايزه عشان يفضي نفسه لنادي القتال. وبيبدا تايلر كل ليله يكلف رجالته بمهمات جديده، والمهمات دي بتكون تخريب لاماكن معينه وبيتطوروا جامد في الخراب ده. وفي ليله تايلر بياخد الراو وبيروح على محل بقاله، وتايلر بيطلع الواد اللي شغال في المحل وبيرفع عليه سلاح وبياخد منه المحفظه، وبيعرف عنوانه من البطاقه بتاعته، وبيعرف كمان انه كان طالب جامعي وما كملش دراسته. فبيقول له انت كنت بتدرس ايه؟ قال له علم الاحياء. فقال له ليه؟ قال له معرفش ليه اخترتها. فقال له انت كنت عايز تطلع ايه اصلا؟ قال له دكتور بيطري. فقال له انا عرفت عنوانك، معاك 6 اسابيع وهكون عندك، ولو ما رجعتش تدرس الطب البيطري عشان تطلع دكتور بيطري فعلا زي ما انت عايز هخلص عليك، وما تفكرش تلعب بديلك عشان كده كده انا هجيبك، يلا اخفى من هنا. فالراجل بيقول له انت ليه عملت كده؟ قال له انا كل اللي عملته ان خليته يجري ورا هدفه والا اخلص عليه، يعني سببت له سبب انه ممكن يموت لو ما اشتغلش على الهدف ده. السلام يا جدعان على الكلام، دماغ تايلر ده دماغ. والحقيقه كمان ان المسدس كان فاضي اصلا. وتايلر كمان بيقول لنا يا عزيزي المستمع قيمتك انت كبني ادم مش في حجم فلوسك ولا نوع عربيتك ولا في لبسك، انت ممكن تكون بتمتلك اغلى واحسن حاجه وانت في الحقيقه تافه مالكش لازمه. الله يا جدعان على الكلام. امال الناس مقيمه الفيلم ده تقييم عالي ليه؟ وبيبدا تايلر زي يوظف رجاله عنده وبيشغلهم في تصنيع الصابون، وزي ما قلنا هما بينشروا الفساد وبيخربوا اماكن معينه، وبسبب ده في راجل مش عارف هو محقق ولا محامي ولا ايه بيقول انا مش هحل، وهنفضل ندور على اللي ورا الكلام ده كله وهنجيبهم. وبيكون اللي عاملينه ان هما مولعين في مبنى والتلفزيون والاعلام بيبقى مقلوب، والراجل بيقول لهم انتوا عملتوا ايه؟ فقالوا له القاعده الاولى في مشروع الفوضى اللي تايلر اسسه هي انها ممنوع تسال اسئله. وبعدها في مؤتمر سياسي بيكون المحقق ده موجود وبيقوم يدخل الحمام، ورجاله تايلر هم كمان بيبقوا موجودين في المكان وبيروحوا وراه، وتايلر بيمسكوا بيسحلوا على الارض والرجاله بيكتفوه. وتايلر بيقول له بص انت هتطلعنا بره دماغك خالص، وعرف الكل ان مفيش مجموعه سريه ولا حاجه، والا هعمل لك عمليه استئصال لحاجه مهمه كده. وفي ليله في نادي القتال الراو بيدخل فايت مع الواد الاشقراني ده وبيمسكه حرفيا بيفض غضبه كله فيه وبيعجن في وشه عجن بيكسر وشه ما بيرحموش نهائي، يعني حرفيا الواد اتبهدل خالص. وانا عن نفسي فكرته مات بس طلع في الروح لسه. وتايلر بيقول للرجاله خدوه على المستشفى، وبياخد الراوي واتنين من رجالته كمان وبيطلعوا بالعربيه. وفي الطريق الراوي بيقول له انت ما عرفتنيش ليه بمشروع الفوضى ده؟ فقال له نادي القتال كان البدايه ودلوقتي اتطور وبقى مشروع الفوضى. فقال له انا ما عدتش حابب اللي انت بتعمله ده. قال له انا اللي فجرت شقتك. وبيسيب ايده من على الطاره وبيزود بنزين، فبتروح العربيه داخله في عربيه تانية وبتتقلب، بس بتعدي وبيطلعوا منها عادي. وتاني يوم الراوي لما بيصحى من النوم ما بيلاقيش تايلر في البيت، والرجاله بيكونوا موجودين وشغالين على الصابون، وما بيكونش فاهم ليه تايلر سابه ومشي. وبيدور في تذاكر تايلر القديمه وبيبدا انه يسافر للمدن اللي هو راحها قبل كده، وبيدخل للاماكن المشبوهه زي البارات وبيسال عن تايلر، وبيتفاجئ لما بيلاقوهم بيردوا عليه في كل مكان بيدخلوا وبيقولوا له يا ريس. وبيكتشف كمان ان في كل مدينه او ولايه بيروحها موجود فيها نادي قتال، لحد ما في مره بيدخل بار وصاحب المكان بيقول له اهلا برجوعك يا ريس. فقال له وانت تعرفني؟ قال له ده اختبار منك يا ريس ولا ايه؟ انت تايلر ديردن اللي عملت لي العلامه اللي في ايدي دي؟ نعم. ازاي؟ ده الدنيا كده دخلت في بعضها خالص. وبيروح يجري على الفندق وبيتصل على البنت اللي كان قابلها وبيقول لها هو انا مين؟ قالت له تايلر ديردن يا متخلف. ومره واحده تايلر بيظهر قدامه بيقول له مالك مخدود كده ليه؟ فبيقول له هو احنا الناس لا بينادونا بنفس الاسم؟ قال له انت عارف الجواب. فبيصح الراوي بخياله وبيكتشف ان هو اللي عمل كل ده بنفسه، هو اللي حرق ايده واسس نادي القتال، وهو بنفسه اللي عمل كل ده،
وان تايلر بس هو مجرد وهم في خياله. بس ازاي برضه؟ تايلر بيقول له انا الشخص اللي فيها كل الصفات اللي انت تمنيتها واهو احنا بنحققها سوا. يعني الصفات اللي كان الراوي بيتمناها وبيتخيلها، الشخصيه الفوضويه والمش مهتمه بحاجه والكلام ده كله، اتجسدت في شخصيه تايلر ديردن اللي هو وهم في خياله اصلا. وكل الحاجات اللي تايلر عملها دي هو اصلا اللي عملها بنفسه، لدرجه ان الراوي بيكون قاعد لوحده ومفيش حد قاعد قصاده بيتكلم معاه اصلا، وهو كمان اللي كان بيضرب نفسه في الشارع، وده كمان بيدل على انه هو اللي فجر شقته وولع فيها. فبيرجع على بلده وبيروح يسلم نفسه للشرطه وبيعترف لهم بكل حاجه مع الاوراق اللي قدمها لهم، والامن اللي بيكونوا موجودين في المكان بيطلعوا تبعه وبيقولوا له كلام جميل يا ريس، وانت بقى قلت ان اللي هيحاول يعطل مشروع الفوضى لازم نعمل له استئصال لاغلى حاجه عنده حتى لو كان انت. وبيمسكوه بيكتفوه وبيطلعوا مطوه، بس بيروح ماسك السلاح اللي مع اسمه ايه ده وبيرفعه عليهم وبيقدر انه يهرب منهم وبيطلع يجري في الشارع، وبيوصل للمبنى ده واللي بيكون تايلر حاطط فيه عربيه متفجرات، وتايلر بيطلع له وبيقول له في حوالي 10 قنابل في 10 مباني تانيين. فقال له هو كان ايه الهدف من مشروع الفوضى؟ ان احنا نموت الناس؟ قال له لا احنا مش هنموتهم، احنا بس هنحررهم. فقال له انت بتقول ايه؟ وبيقدر انه يعطل القنبله، وتايلر بيمسكه بيرنه علقه، بس بيكون هو اللي بيعمل كده في نفسه اصلا، وبيروح يجري منه وبيستخبى تحت العربيه، فبيشده من رجليه وبتروح جزمته طالعه في ايده فبينسلها على دماغه وبيسحله على الارض وبيرميه من على السلالم وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي تايلر حاطط المسدس في بقه وبيقول له باقي دقيقتين ونص والمباني دي كلها تنفجر، فخلينا نتفرج ونفرح بالانجاز اللي عملناه سوا. فبيقول له بلاش تعمل كده، انت وهم في خيالي ومش عارف اتخلص منك ازاي. وتايلر بيكون في ايده مسدس والراوي بيقول ده في الحقيقه المسدس ده معايا انا، وبيبص بيلاقي فعلا المسدس في ايده وبيروح رافعه على نفسه. وتايلر بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بصوب المسدس عليك انت، وبيروح ضارب نار جوه بقه، بس الطلقه بتخترق بقه وبتعدي من بره خده كده فاهم، وتايلر بيطب على الارض وبيموت. ورجالته والبنت اللي كان قابلها بيحضروا في المكان وبيروحوا عليه، فبيقول لهم انا كويس ما تقلقوش. ومره واحده المباني اللي كان تايلر زرع فيها قنابل حواليهم بتنفجر وبيقفوا يتفرجوا عليها، وبيخلص الفيلم على كده. هو الفيلم بيعكس جوانب كتير عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، بس بيواجهها بطريقه مبالغ فيها، وانت كمشاهد اكيد يعني لازم تاخد الايجابيات من الفيلم وتركن السلبيات دي على جنب، ده في الاول وفي الاخر فيلم يعني. فاتمنى يكون الفيلم عجبك، ولو عجبك اعمل لايك وان امكن اشتراك في القناه، وسيب لي كومنت برايك في الملخص والقصه بتاعه الفيلم. وبس اشوفك في ملخص الفيلم الجاي، وسلامات.